معنى ذلك انت تكون في مقابلها في مزبله التاريخ. لا الترويج واللغه الخشبيه نتاع قناه 7 هذه والله في 85 عانوا منها. انه اذا كان الاتحاد العام طول الشغل مع الخط النضالي يحاولوا باش يجيبوا الرده، هذوما باش يضربوا الاتحاد العام. في عهد الدكتاتور والطاغيه حتى واحد ما جرب باش يمس الاتحاد، ولت اليوم تطلع لنا في روسها. ايش يعملوا هم؟ يعملوا بارومتر. الساحه وين كانت؟ كان الساحه لاحظوا فيها وانه جماعه التجمع يبرزوا شويه حجم وجوههم يلبسون الكبابيس حمراء جديده ويبدوا يتفرجوا علينا في الشوارع. كان الشارع خطير، يبدو لابدين. نحن رانا سنكون مع الثوره وسندعم الثوره، سنحتضن الثوره الى ابد الابدين. اللهم نحن بركنا ما عادش فيه. الكرتوش اللي عايز الكياس انا ما خفناش منه، خفتوا منه انت. احنا قدمنا اولادنا الكرتوش، الدم يسيل واحنا مقدمنا. هالفتنه هذه اللي حبوا يزرعوها توضيح برك سي بوسيرس، يعني يوضح الخطاب ربما قطع لبس لهنا يقول راهو التجمعيين، يعني انت تخاطب في التجمعيين. اي تجمعين، لا تجمعين، لا هذه الميليشيات اللي تجمع في ال 25 قبل لولامس. احنا شدنا الاضطرابات نتاع الاتحاد. ايش يعملوا هم العصابه هذه نتاع 11 الوزير نتاعهم، حكومه موجوده بن علي موجود، ناس سراق، تغمه طاغيه وتغمه نتاع فساد مساله شاد البلاد. احنا مش كلنا مش نتفرج على فيلم عائله الماطري هي سرقت ووزير العابدين بن علي هاو سرق وهو عم مجوهرات وهو واحد يتاجر في الدروغ في افريقيا وهو واحد ما شدوش. هذه ما عادش نحكوا فيها، راهي ما عادش نحكوا فيها. احنا قادمين على مرحله سياسيه دقيقه جدا يتعمن الديمقراطيه والحريه للجيل هذا، لان احنا نرجعوا بالتوالي لكل معناها عوامل، لكل معناها ارضيه الفساد الجديد. ايش عملوا هم من اولامس 25 نهار 25؟ بثوا ساعه خاصه بدات تظهر في مسيراتهم هم فالحين في الكذب والسقوط ودبلجت الواحد ويكروا هذا ب 10000 وهذا حشاك بدبوز اشراب وهذا بدبوز سلتيه باش يدخل فيها عرض طول باش يفسد الثوره. ايش عملوا امس في ساحه القصبه؟ وبالمناسبه وحي ابطالنا الموجودين غادي عملوا 15 واحد معاهم الامن، كوردون مع الامن باش تعرف الامن راه يضحك عليكم، راه يكذب، راهي مؤامره تحاك من وزاره الداخليه. قتله هم قتل، يطالبون بنقابات باش الاتحاد العام طول الشغل جبر الخواطر وكذاك الحنايك منين يلعبوا فيها. نذكر جماعه بوزيان، ابنائنا وبناتنا وعائلاتنا يلعبوا فيها داخلين عليها في الليالي، حواليتنا يخربوها، وشي اليوم ديرهم معناها شيء يجنن. وانه اليوم اصطف في صوره الواحد. انت تقول لي ولدي يقرا ولا ما يقراش؟ 23 سنه عايش حشاك في الذل والهوان. خلي الشهر ذاي منك وخلي تعدي السنه بيضاء وخلي يتعلم الرجوليه في حياته. اقل شيء. سنضحي بهذا، والله لن نترككم انكم تبيدوا هالشباب هذا، ما نخليكمش تبيدوا هالشباب، سنقاوم باظافرنا وباسناننا. اللي صار شنو؟ هبطوا ساحه محمد علي، ساحه القصر المعتصمين فيها الاولاد، على فكره الجنوب الكل موجود ثم. حاولوا ال 15 واحد هذوما يحد في الوزاره الاولى، وزاره انا نعرفها البطحه نتاع القصبه، وزاره الاولى من الجهه هذه، وزاره الماليه من الجهه هذه، حاولوا باش يحدفوا الوزاره وباش يكسروا الواحد ويدخل الباب وتدخل بعضها. لكن عندنا من المناضلين والنقابيين والحقوقيين انهم يفرزوا الاحداث، فعرفوهم 15 واحد وكلات التليفونات بعضها، وهبطت تونس ترتج وتزلزل من جديد. ايش صار نهارتها بالضبط؟ اتحاد المسير هاجموا عليه ميليشيات، اتحاد سوسه هجمت عليه ميليشيات، البطحه حاولوا باش يقتحموها، قفصه واقولها انا نعرف قفصه وعشت فيها ايامات الحصار، معناها بدبابيس نعصوا عليه الاتحاد. ايش عملوا؟ عضوا من اللجنه المركزيه مع المقاولين اللي امتصوا في دماء الشغيله، مع ميليشيات كارينها ب 10000 واللي نجموا نحن نكروها باش تضرب الميليشيات نجم نعطوها 10000 حتى تنقلب عليه، يعني كلها ما عندهاش مبدا، ويكريها بدبوزه سلتي ويكريها بدبوزه شراب حشاك باش تضرب الاتحاد. هالمنظمه العتيده هذه اللي سطرت معناها تاريخها بنضالها المستقبل هذا. اللي صار شنو؟ امس كانت رده فعل عنيفه جدا ضد هالميليشيات اللي تحاول باش الثور والخلايا النايمه هذه. رد عليهم اتحاد صفاقس، اتحاد جندوبه، اتحاد القروان، اتحاد الكاف، اتحاد نابل.
خاضت 5 اضرابات. صفاقس هبطت 100,000 متظاهر ضد الحكومه، 100,000. والكاتب العام تاع الاتحاد الجهوي في صفاقس يقول لهم انا صفاقس راني نحبسها على اصبع الى واحد من النقابين والا من الناس المتظاهرين هذوما يتمسوا والراجل فيكم يقدم. الكلام هذا عن معناها الناس حاضرين موجودين. اللي حبيت نقوله معناها الاعلام وليداتنا لاباس في العاصمه لاباس، وتوفرت لهم الجراري والقطاع، وعندنا نحن مراسلين ما بين الظفرين ديما نتصلوا بهم. امس بعثوا وراه عندنا دعم لوجستي ديما في الفلوس. امس بعثوا بالتليفون قالوا ورانا قصنا فلوس ل 11، واحيي هذا الشعب الكريم بصراحه. ل 11 تاع التليفون جا ل 11 ماضي ساعه كنا ماضي ساعه باش نبعثوا معناها ايجون، ماضي ساعه كانت 420 دينار في ساعتين حاضر باش نكونوا شفافين وحتى لا نكون امناء ونعرفكم انكم تسيقون. القائمه موجوده عندي مع الماندا موجوده عندي 420 دينار، سنكون شفافين في التعامل مع اي شيء. كل ما زلنا متواصلين والاعتصام مازال متواصل، وغادي الفلوس وقت الوسط عرضوها على المعتصمين وقالوا هذه بعثها لنا منزل بوزيان 420 دينار وذكرت، وسنعود اليكم في كل لحظه من اللحظات وانه نحن نستحق منكم فلوس صحيح، وانه ما درناش على الناس الكل لابس، ما درناش على الناس الكل على خاطر الوقت يزرب، وخدمناها في القهاوي شويه قهاوي في شويه قهاوي ومدرستين وبعض المدارس معناها لقيناها في الشارع معناها 420 دينار، وتون نستحقوكم تو ندوروا معناها نجملوا الفلوس على الناس الشرفاء والابطال اللي موجودين غادي واللي نحييهم بصراحه شيء يعمل كيف معناها. وفي الاخير اقول لهؤلاء الذين يحاولون ان يخربوا الثوره حافظوا وكونوا اوفياء لدماء الشهداء. راهي دماء الشهداء راهي امانه في اعناقهم. لم يسقط الشهداء لتمرر حكومه عصابه هي. احنا علاش نقدم في الشهداء؟ علاش نقدم الناس تلاقي في صدورها ليه؟ ما هو اسقاط عصابه كامله ونظام كامل. فراغ دستوري ما فراغ دستوري قال عليه الولايه الدكتور. هذا ما عندي شكر. كنت نتمنى واني نعمل دريج معناها، لكني ظهر لي طولت عليكم معناها. هذا ما عندي حاليا، شكرا يعطيكم الصحه. شعب واتحاد ضد حكومة الاستبداد. 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 شعب واتحاد ضد حكومة الاستبداد.